السلام عليكم يا شباب. ان شاء الله هنحل مع بعض النهارده امتحان مهم جدا. ان شاء الله ربنا ييسر لك، وده هيكون اخر مره ان شاء الله هتشوفنا في البحث. القاكم على خير باذن الله في مراجعه التطبيقيه. بسم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اول سؤال بيقول لي في مفكوك 1 زائد س أس 20 حسب قوى س التصاعديه معامل ح ر زائد 2 هو نفسه معامل ح ر زائد 4. عايز قيمه ر. انا لو جبت الحد العام مثلا ح ر زائد 1 هيكون هنا عباره عن 20 ق ر في التاني أس ر في الاول أس الفرق ده 1. يعني الحد العام لاي حد عباره عن 20 ق ر س أس ر، فمعامل اي حد عباره عن 20 ق ر. طيب هو بيقول لي معامل ح ر زائد 2، يعني معايا ح ر زائد 2 هيبقى 20 ق ر زائد 1، ومعاك معامل ح ر زائد 4 هيبقى 20 ق ر زائد 3. قال لي المعاملين دول متساويين. يعني ايه؟ يعني 20 ق ر زائد 1 هو نفسه 20 ق ر زائد 3. من قوانين التوفيق لو انا عندي ن ق حاجه بتساوي ن ق حاجه تانية مختلفه في حاجه من اتنين، الاتنين دول بيساووا بعض، في الحاله دي هتكون مرفوضه. او مجموع الاتنين، مجموع الدليلين هو نفسه العلم، ده اسمه العلم ودول الدليلين. يعني ر زائد 1 زائد ر زائد 3 هتساوي 20. منها ان 2 ر زائد 4 هتبقى ب 20، يعني 2 ر معاك ب 16 فتطلع الر ب 8. طيب ممكن نستخدم قانون استنتجناه من هنا برضو، ما خرجناش بره، ان انت معاك لو معامل ح س ساوى معامل ح ص، فانت معاك س زائد ص هي نفسها ن زائد 2. جبتها منين دي؟ نفس القانون، ما اخترعناش جديد، وتشتغل عادي جدا. فتعوض هنا ر زائد 4 ور زائد ر زائد 4 ور زائد 2 هتساوي ن اللي هي 20 زائد 2، فتطلع برضو نفس الحاجه ان الر تطلع لك ب 8. السؤال الثاني بيقول لي اذا كانت ه اس س ص ناقص س تربيع زائد ص تكعيب بصفر، عايز د ص د س لما الس بصفر. طيب انا عايز د ص د س، طب الداله دي داله ضمنيه، ما اعرفش افكها، ما اعرفش افصل السين عن الصاد، فانا هعمل ايه؟ اشتق مشتقه ه اس س ص نفس الداله في مشتقه الاس، اضرب في مشتقه الاس. الاس عباره عن حاصل ضرب دالتين، حاصل ضرب دالتين يعني الاولى في مشتقه الثانيه زائد الثانيه في مشتقه الاولى. الاولى اسمها س، مشتقه الثانيه اسمها د ص د س، زائد الثانيه اسمها ص، في مشتقه الاولى اسمها 1. خلصنا من اله ومشتقتها، ناقص س تربيع مشتقتها ب 2 س، ص تكعيب مشتقة 3 ص تربيع د ص د س. الكلام ده هيساوي صفر. عايز ايه انت؟ قال لي عوض لي عن السين، اي سين تقابلك عوض مكانها بصفر، بس انا محتاج قيمه ص كمان. خلاص تعالى هات لي قيمه ص. عوض عن اي سين تقابلك بصفر هنا، يبقى ه اس صفر ناقص صفر زائد ص تكعيب بتساوي صفر. ه اس صفر بواحد، يعني 1 زائد ص تكعيب هتساوي صفر، يعني الص تكعيب بسالب 1 منها الصاد بسالب 1. فأي س هتقابلك هتعوض مكانها بصفر، وأي صاد هتعوض مكانها بسالب 1. طيب عوضت مكان السين بصفر فدي راحت بقت 1. عوضت مكان السين بصفر فدي راحت. عوضت مكان الصاد بسالب 1، يعني كل ده خلص على سالب 1. صفر راحت زائد 3 في ص تربيع بسالب 1 تربيع، يعني 1 في د ص د س. الكلام ده بصفر.
يعني خلصت على 3 د ص د س تطلع ب1، يعني الد ص د س بتلت. د ص د س ب1/3. السؤال رقم 3 بيقول لي إذا كانت الزاوية بين المستويين دول قياسها 90 درجة. الزاوية بين المستويين 90 درجة يعني المستويين متعامدين، مستويين متعامدين يعني النونين متعامدين. طب طلع لي النون للمستوى الأول، دي نون للمستوى الأول، دي نون 1. طيب ونون 2 عبارة عن إيه؟ المعاملات 3 4 سالب م. طب المستويين متعامدين يبقى نون 1 عمودية على نون 2. طب ما لما المستويين متعامدين والمتجهين متعامدين يعني حاصل الضرب الاتجاهي، حاصل الضرب القياسي لنون 1 ضرب قياسي نون 2 هيطلع بصفر. الضرب القياسي هيطلع بصفر. تعال عوض. اضرب قياسي ازاي؟ 3 سالب 4 2 ضرب قياسي 3 4 سالب م. الكلام ده هيبقى بصفر. ضرب قياسي يعني س في س ص في ص ع في ع. تعال اضرب قياسي. س في س يعني 3 في 3 9، ص في ص يعني ناقص 16، ع في ع يعني ناقص 2 م. الكلام ده هيبقى بصفر. 9 ناقص 16 يعني سالب 7 ناقص 2 م بصفر، سالب 2 م ب7 منها الميم تطلع لي بسالب 7/2. يبقى م عندك بسالب 7/2. سؤال رقم 4 بيقول لي إذا كانت د دالة زوجية. دالة زوجية يعني إيه؟ واحدة واحدة. كلمة دالة زوجية شرحناها باستفاضة هي والدالة الفردية في مراجعة التفاضل. دالة زوجية يعني دالة السين هي نفسها دالة السالب س. يعني دالة التلاتة هي نفسها دالة السالب 3، ده في الدالة الأصلية. طيب وإيه كمان؟ لو أنت كملتها، لو أنت كملت الدالة دي، لو أنت كملت الدالة دي، الدالة الزوجية، تعالى واحدة واحدة. التكامل من 0 ل3 ب5. طيب أنا عايز أكمل من سالب 3 ل3، هتكامل حاجتين، هكمل د شرط س ناقص تكامل دالة الس. طيب رقم 1 أول حاجة هفصلهم، هكامل من سالب 3 ل3 لد شرط س دالة س ناقص هكامل من سالب 3 ل3 دالة السين بالنسبة لس. طيب هكامل الدال شرطة فتطلع الدالة الأصلية، يبقى دالة س بس هتعوض لي من سالب 3 ل3 ناقص من سالب، هتكامل من سالب 3 ل3 والدالة دي زوجية. لو الدالة دي زوجية فالتكامل من سالب أ لأ هو 2 في التكامل من 0 لأ. طب أنا معايا التكامل من 0 ل3 ب5، يبقى التكامل من سالب 3 ل3 هيبقى ب10، يعني ناقص 2 في 10، 2 في 5. طيب ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن دالة التلاتة اللي فوق ناقص دالة السالب 3. خلصنا ناقص 10. طب ما هي دالة التلاتة هي نفسها دالة السالب 3. ليه؟ عشان دي دالة زوجية، فده كده بصفر. يعني 0 ناقص 10 تطلع معايا بسالب 10. سؤال رقم 5 بيقول لي إذا كان معامل الحد السادس في المفكوك ده ب10 ق 5. معامل الحد السادس ب10 ق 5. عايز إيه؟ عايز أ على ب. طيب تعالى اما نجيب الحد السادس. ح 6 هيساوي الحد السادس عبارة عن ن ق ر 10 ق 5 الثاني 1 على ب س أس ر أس 5 الأول أ س أس الفرق ما بينهم. طيب خلص على 10 ق 5 في ممكن ألم دول تبقى أ على ب أ س على ب س أس 5 والسين راحت مع السين فبقت 10 ق 5 في أ على ب
أس 5. فالحد ده خالي من س، فيبقى ده المعامل بتاعه، هيبقى 10 ق 5. طب ما 10 ق 5 تروح مع 10 ق 5، يتبقى لي أ على ب أس 5 بواحد. خد الجذر الخامس، يعني أ على ب بواحد. أ على ب بواحد. سؤال رقم 6. ميل العمودي على المماس. ميل العمودي على المماس، فأنا محتاج الأول أجيب المماس. طب المماس عبارة عن إيه؟ المماس ده هو المشتقة الأولى. المماس هو د ص د س. المماس هو د ص د س. طيب أنا هنا عندي دالة؟ لا، أنا هنا عندي دالتين. ده اشتقاق بارامتري. طيب هتعمل إيه دلوقتي؟ هاجي هنا س بتساوي ه أس ن، فدي س ون، فتقدر تجيب منها د س د ن. اشتق ه أس ن نفس الدالة، مشتقة الأس واحد. طب من هنا أقدر أجيب د ص د ن، مشتقة الأس 2 نفس الدالة، يبقى 2 ن زائد 2. طب أنا جبت دلوقتي مين؟ أنا جبت د س د ن وجبت د ص د ن. طب أنا عايز إيه؟ أنا عايز د ص د س، فهقسم دي على دي، فتبقى د ص د س هتساوي 2 ه أس 2 ن زائد 2 على 2 على ه أس ن. طيب عوض لي عن السين بكام؟ إحداث السين بواحد. طيب لما السين بواحد، هو أنا عايز أعوض عن النون. لما السين تبقى بواحد، معنى كده إن ه أس ن بواحد. طب ما ه أس ن بواحد دي كأنها ه أس صفر، يعني من هنا النون بصفر. تعال عوض كده، فتبقى د ص د س هتساوي 2 ه 2 في صفر صفر، 2 ه تربيع على ه أس صفر بواحد، يعني خلصت على 2 ه أس 2. مين ده؟ قال لي ده ميل المماس. طب هو أنت عايز ميل المماس؟ لا، أنا عايز ميل العمودي. طب ميل العمودي، ميل العمودي هندسة عبارة عن سالب واحد على ميل المماس، يعني هتبقى سالب واحد على 2 ه تربيع. سالب واحد على 2 ه تربيع. إجابتك ب. سؤال رقم 7. ولذا كان د شرطتين س المشتقة الثانية معاك س ناقص 3 في س زائد 4، فإن منحنى الدالة يكون محدب لأعلى. طب تعالى الأول، تحدب لأعلى ساوي المشتقة الثانية بصفر. د شرطتين س سواها بالصفر، هي جاهزة، هتبقى س ناقص 3 وس زائد 4. الكلام ده بصفر، يا إما الس ب3 يا إما الس بسالب 4. تعالى على الجدول، هاجي على الجدول، ده س، ده د شرطتين للس، ده دالة الس. عندي كام نقطة؟ عندي نقطتين، سالب 4 و3. دول هيخلوا المشتقة الثانية بصفر. طيب عوض لي في أرقام ما بينهم. ما بين سالب 4 و3 ليكن صفر، عوض بصفر كده، يبقى ده سالب وده موجب، يعني بينهم سالب. عوض لي برقم بعد الثلاثة، فيبقى هنا موجب وهنا موجب، فيبقى موجب. عوض لي برقم قبل السالب 4 وليكن سالب 5، فيبقى هنا سالب وهنا سالب، سالب في سالب بموجب، فيبقى هنا موجب. طيب محدب لأعلى، اتفقنا الطبيعي معاك شكل المعلقة في الأعداد الموجبة، يعني ده كده شكل المعلقة، دي مقلوب، ده شكل المعلقة. طيب التحدب يعني ايه؟ اللفة، الدوران. الدوران هنا أسفل وهنا أعلى وهنا أسفل. يبقى أنت عندك التحدب لأعلى فين؟ التحدب لأعلى من سالب 4 ل 3، من سالب 4 ل 3. سؤال رقم 8. إذا كان جيب تمام الزاوية التي يصنعها المتجه ده مع محور السينات،
الاتجاه الموجب، يعني جتا سيتا س ب3 على 13. طب جتا سيتا س ده احداث السين للمتجه، وده احداث الصاد، وده احداث العين. فجتا سيتا س عباره عن الف س على معيار الالف. تعال عوض. الف س جتا سيتا س ب3 على 13 عباره عن الف س اللي هي كاف على معيار الالف اللي هي الجذر التربيعي لكاف تربيع زائد 144 زائد 16. ممكن اربع الطرفين عشان اخلص من الجذر، فيبقى معاك، تعالى هنكمل هنا، 9 على 169 هتساوي كاف تربيع على كاف تربيع زائد 160. اعمل مقص، يبقى 169 كاف تربيع هتساوي 9 كاف تربيع زائد 9 في 169، 9 في 160 عدي الناحية التانية، يعني 160 كاف تربيع هتساوي 1444. يعني الكاف تربيع طلعت معاك بتسعة، فالكاف بموجب أو سالب 3، لكن هو قال لك إن الكاف تنتمي لحاها الموجبة، يعني الكاف هتكون ب3 فقط. كاف ب3. سؤال 9. إذا كانت دالة س عبارة عن س أس ج س، عايز المشتقة الأولى لباي على 2. واحدة واحدة. أجيب المشتقة الأولى إزاي يا مستر الأول؟ بص يا سيدي، هي دي دي إيه الفرق ما بين أصلا س أس رمز؟ خد بالك، أنت عندك 3 أشكال، 3 أشكال متشابهات، 3 متشابهات، ما يختلطش عليك الأمر. في حاجة اسمها ه أس س، في حاجة اسمها س أس ه، في حاجة اسمها س أس س. دي دالة أسية، اشتق عادي. إنما دي لا، دي كثير، دي عادي، ده ه أس عدد، ه هنا عدد، بشتق ازاي؟ دالة أسية اشتق دي الأول هتبقى ه أس س. إنما دي مشتقتها هنزل الأس وأطرح من الأس واحد، ما يختلطش عليك الأمر. إنما دي ما ينفعش اشتقها بالمنظر ده. أعمل إيه؟ أول حاجة خد لول الطرفين، رمز أس رمز، أول حاجة تعملها لول الطرفين. طيب أنا معايا هنا إيه؟ معايا دالة س عبارة عن س أس ج س، هاخد لول الطرفين، يبقى له دالة س على أساسها هتساوي له س أس ج س على أساسها، هنزل الجا بره، يبقى هنا له دالة س للأساسها هتساوي ج س له س. كده أقدر أشتق. اشتق بقى، أشتق دي إزاي؟ مشتقة ما بداخل له على ما بداخل له هتساوي، دول حاصل ضرب دالتين. بشتق حاصل ضرب دالتين إزاي؟ الأولى في مشتقة الثانية، مشتقة اللو س 1 على س، زائد الثانية في مشتقة الأولى، مشتقة الجا جتا. أنت عايز إيه؟ قال لي أنا عايزك تعوض مكان السين اللي هتقابلك بباي على 2. عوض مكان س بباي على 2، فتبقى هنا د شرطة باي على 2 ده المطلوب على د باي على 2 هتساوي جا باي على 2 جا 90 في 1 على باي على 2 زائد لو 90 أو لو باي على 2 عادي، هنا مش زاوية، في جتا 90. معايا واحدة واحدة. جتا 90 عندك بصفر، فطيرت الجزء ده كله، وجا 90 بواحد، فتبقى لي ايه؟ اتبقى معايا ده الشرطة باي على 2 على دالة الباي على 2 دي اجيبها منين؟ تعالى هنا للدالة الأصلية.
عوض هنا مكان السين بباي على 2. مكان س بباي على 2 تبقى د الباي على 2 هتساوي باي على 2 جا 90 بواحد، باي على 2 أس 1 يعني باي على 2. فخلصت على د شرطة باي على 2 على باي على 2 هتساوي من هنا 1 على باي على 2 دي راحت مع دي، اتبقى لي ان الدال شرطة الدال شرطة الباي على 2 اللي انت طالبها بقت بواحد. يبقى اجابتك د 1. سؤال 10 بيقول لي الحد الخالي من س. خالي من س يعني أس س بصفر. ماله؟ هو الحد السابع. طب هات لي ح 7. ح 7 هيساوي ن ق 6 التاني أس 6. الأول أس الفرق ما بينهم ن ناقص 6. لم الأسس معاك، لم واحدة واحدة. يبقى عبارة عن ن ق 6 في 5 أس 6 في س أس سالب 6 عشان س في المقام في س أس 2 ن ناقص 12. لم الأسس. ن ق 6 5 أس 6 س أس 2 ن ناقص 18. يبقى 2 ن ناقص 18 هتساوي صفر. منها 2 ن ب 18 يعني النون طلعت معايا ب9. سؤال 11 بيقول لي إذا كان عين واحد وعين 2 عددين مركبين، ده العدد الأول وده العدد الثاني. الكاف تنحصر ما بين السالب نص لنص، بس هي لا بتساوي سالب نص ولا بتساوي نص، هي ما بينهم. عايز الساعة الأساسية للعدد المركب عين واحد زائد عين 2. الغلطة اللي هتقع فيها ما عنديش حاجة اسمها قوانين لجمع. ما تجمعش، مفيش حاجة في القواعد اللي انت اخدتها لجمع الاعداد المركبه غير ان انت بتجمع جبري فقط. يعني ايه بجمع جبري؟ يعني بتجيبهم على الصوره الجبريه. هتجيب العددين على الصوره الجبريه وتجمعهم عادي. طب العدد ده عين واحد، العدد ده على الصوره الاسيه؟ لا، في اختلاف. ايه الاختلاف؟ الصوره الاسيه لازم اله يكون عليها اس الزاويه فقط، الزاويه مضروبه في ت السعه يعني. فهنا لا، ده في هنا 5 بس 5 زائد أسس مجموعة تقدر تفصلها تبقى ه أس 5 في ه أس ك باي ت. كده تمام. طب هنا عين 2 لا، افصل ه أس 5 باي زائد ك باي ت، نفس الكلام. فيبقى العين 2 عبارة عن ه أس 5 باي في ه أس ك باي ت. تعال عوض. عايز ايه؟ قال انا عايز عين واحد زائد عين 2. قلت لا، اجماع جبري. طب ما تيجي ما نجيب الاعدادين على الصوره الجبريه. اجيب الاعدادين على الصوره الجبريه ازاي؟ هي اله ه اس ك باي ت. الكاف باي دي هي السعه والكاف باي دي هي السعه. طب تعالى نحاول نجمعهم كده مع بعض الاول. يبقى عين واحد زائد عين 2 هتبقى ه اس 5 ه أس ك باي ت زائد ه أس 5 باي في ه أس ك باي ت. أنا ممكن آخد ه أس ك باي ت عامل مشترك. هيتبقى لك إيه؟ هيتبقى لي ه أس 5 زائد ه أس 5 باي. فيبقى معايا العدد اللي هو مجموعهم ده المقياس بتاعه. والكاف باي دي السعة. كاف باي هي السعة. كاف باي دي السعة الأساسية. طيب هو بيقول لي ممكن تكون إيه؟ هي بتنحصر ما بين السالب نص ونص. سالب نص ونص. طيب الكاف تنحصر ما بين السالب نص لنص.
يبقى السعة هتنحصر ما بين السالب باي على 2 نص الباي والباي على 2 ما بين السالب 90 وال90. بس خد بالك لا بتساوي سالب 90 ولا بتساوي 90. طيب ايه الاختيارات اللي عندي اللي ممكن تكون ما بين السالب باي على 2 وما بين الباي على 2؟ 2 باي على 3 لا اكبر، ما تنفعش. سالب باي على 2 احنا قلنا مش معاك. باي لا اكبر برضو ما تنفعش. يبقى ما فيش غير ان السالب باي على 6 اللي هي بسالب 30 تنحصر ما بين السالب 90 وال90. 12 العمود المرسوم بين مستويين. قلنا ما فيش. العمود المرسوم ما بين مستويين هو نفسه العمود النازل من نقطة على أي مستوى فيهم على المستوى التاني. يعني هجيب نقطة على أي مستوى واسقط منها عمود على المستوى التاني. ليكن أنا هاجي عند المستوى ده، لو قلت إن الصاد بصفر والعين بصفر فهطلع السين ب3. فبقى عندي نقطة اسمها 3 وصفر وصفر. هسقط منها على عمود على المستوى الثاني، المستوى اللي هو معادلته 3 س زائد 12 ص ناقص 4 ع زائد 17. الكلام ده بصفر. القاعدة بتقول لك إن العمود ده عبارة عن عوض بالنقطة في المستوى بس جوه المقياس، يبقى 3 في صفر 3 في 3 آسف 3 في 3 زائد 12 في صفر ناقص 4 في صفر زائد 17 على الجذر التربيعي مربع المعاملات. المعامل هنا 3 يبقى 9 144 16 خلصت فوق على 9 و17 26 على تحت 13 فيبقى العمود ب2. العمود هيبقى معاك ب2. 26 على 13 يبقى معايا طول العمود ب2. مسألة 13 أول ما تشوف كسر حاول تخلي البسط مشتقة المقام. طيب ما عرفتش، طب في لوغاريتمات، طب أعمل إيه؟ أنت بتقول لي حاول تخلي البسط مشتقة المقام، طب البسط 2 بس. طب واحدة واحدة كده، هو ده إيه؟ ده س له س تربيع، طب ما دي تربيع ممكن أطردها بره. مفيش مشكلة عادي، يبقى تكامل 2 على 2 س له، بس خد بالك من النقطة دي، هنا س تربيع عشان تحافظ ان هي تفضل تطلع قيم موجبة ضيف لها مقياس. عشان بس تحافظ ان هي تطلع قيم موجبة. ماشي. فالاتنين هنا راحت مع الاتنين، فالمسألة بقت عبارة عن تكامل 1 على س له مقياس الس. طيب فيها حاجة، لو أنا طلعت السين دي فوق ما هي في الآخر 1 على س. يعني إيه طلعت السين دي فوق؟ يعني أنا خليت المسألة بالشكل ده كده، تكامل 1 على س وتحت له مقياس الس. لا يا مستر ما عملتش أي حاجة، دي هي نفسها دي. طب ما ده عندك بسط مشتقة مقام، البسط هو مشتقة المقام، يبقى الناتج لوغاريتم مقياس المقام. خد بالك بقى، هو هتعمل مقياس لمين؟ هتعمل مقياس للو المقياس زائد الثابت. لوغاريتم مقياس المقام، لوغاريتم مقياس المقام، يبقى له مقياس اللي هي لا الاساس اجابتك ج. له مقياس اللي هي لا الاساس ه. 14 معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطتين دول ممكن تكون ايه؟ تعالى انت عندك كده يمكن ان تكون، يعني في احتمالات كتير، واحدة واحدة. طب انا عايز اجيب معادلة مستقيم يمر بالنقطتين، هتعمل ايه؟ انا عايز نقطة وعايز متجه. طيب النقطة عندك نقطتين، طب والمتجه ده ناقص ده او ده ناقص ده، يبقى انا عندي 4 احتمالات، اي نقطة فيهم مع المتجهين يبقى انا عندي 4 احتمالات. ليكن هقول ان المتجه ده اسمه ا ب، هيبقى ب ناقص الالف.
ب ناقص أ هيبقى معاك سالب 1 ناقص 1 فسالب 2. صفر ناقص ناقص يعني موجب 1، 1 ناقص 2 بسالب 1. فده احتمال يكون ه. ولو غيرت اشارته فده احتمال تاني. طب تعال نشوف الاحتمال الاول ده. موجود معايا سالب 2 1 سالب 1. سالب 2 1 سالب 1 موجود الاحتمال. طيب اتاكد بقى ان اللي فوق انت واخد نقطه فعليه. ماشي، اتاكد ازاي؟ انا معايا اختيارين. معايا اختيارين اهو. هو هنا اخد 1، النقطه اللي اخدها هنا 1 بس هنا مفيش السالب 2، لا يبقى دي مش نافعه. يبقى ده اللي معايا، ده اللي انا هحاول اجرب فيه. ده سالب 2 1 سالب 1 زي ما انا مطلع. بص على النقطه اللي فوق بقى، طلع النقطه اللي فوق كده، غير الاشارات. النقطه اللي اخدها هنا اخد سالب 1، اخد صفر، اخد سالب 1. النقطه اللي هنا سالب 1 صفر سالب 1. هل النقطه دي موجوده معاك في النقطتين دول؟ لا، يبقى ده مش نافع. يبقى احتمال المتجه ده مش هينفع. خلاص انا هجرب المتجه اسمه ب أ. اغير الاشارات فيبقى 2 سالب 1 1. 2 سالب 1 1 2 سالب 1 1. ماشي، يبقى انا ما عنديش 2 سالب 1 1 المتجه ده معايا. بص على النقطه اللي فوق بقى، اخد 1 وسالب 1 و2. 1 وسالب 1 و2 2 سالب 1 1 فاختيارك أ. زي ما قلنا انت عندك 4 احتمالات. شوف الاحتمال الصح فين اللي هيطلع لك في النواتج. بيقول لي الثلاث متجهات تمثل 3 احرف متجاوره. معيار الالف ب2. زوايا الاتجاه للمتجه ده، يعني جتا الزوايا دي هو متجه الواحد. يعني متجه وحده الف هو نفسه جتا 135، جتا 60، جتا 120. فيبقى متجه وحده الف هنسميه وليكن ي، يطلع معاك سالب 1 على جذر 2. نص سالب نص. طيب انت عايز ايه؟ قال لي انا معايا معيار الالف فاقدر اجيب الالف. اي متجه عباره عن معياره في متجه وحدته. اضرب المعيار في متجه الوحده، المعيار عباره عن 2. يبقى 2 في سالب 1 على جذر 2 يطلع سالب جذر 2. و 1 سالب جذر 2 1 سالب 1. ده معايا ألف. ماشي، معايا ألف ومعايا ب ومعايا ج. عايز ايه؟ عايز حجم متوازي السطوح. حجم متوازي السطوح ده عبارة عن مقياس حاصل الضرب الثلاثي القياسي. بضرب ثلاثي قياسي ازاي؟ ألف ضرب قياسي ب ضرب اتجاه ج. هيبقى مقياس. رتب المتجهات زي ما هي عندك. سالب جذر 2 1 سالب 1. كمل الب 1 جذر 2 0. الجيم جذر 2 3 5. فك المحدد. موجب سالب موجب هيساوي موجب في سالب جذر 2 بسالب جذر 2 مضروب فيه تيار صف تيار عمود. 5 جذر 2 ناقص 0 ب5 جذر 2 ناقص 1 تيار صف تيار عمود. 1 في 5 ب5 ناقص 0 يبقى 5. موجب في سالب 1 بسالب 1 مضروب فيه تيار صف تيار عمود. 1 في 3 ب3 3 ناقص جذر 2 في جذر 2 ب2 يبقى 3 ناقص 2 1. خلص معايا على سالب 10 سالب 5 سالب 1 يعني سالب 16. فحجم متوازي السطوح الحجم هيبقى مقياس السالب 16 هيطلع معايا ب 16.
يسير رجل طوله 180 سم مبتعدا عن قاعدة مصباح ارتفاعه 3 متر. يسير بمعدل 1.2 متر على الثانية. عايز معدل تغير طول ظل الرجل. واحدة واحدة، مسألة معدلات زمنية. ادي العمود، الراجل ماشي على الأرض، ادي الأرض، ادي الراجل. المصباح هنا كده لما يخبط في دماغه، لما المصباح كده يخبط في دماغه فهيرمي ظل هنا كده، ده الظل. ده كده الظل. ليكن الراجل ده كده القاعدة اسمها ألف، وده ب، النقطة دي اسمها ج، والنقطة دي اسمها د. ده الراجل، النقطة دي أسميها مثلا ه. دي قايمة، دي قايمة. ده الراجل طوله 180 سم يعني 1.8 متر. ارتفاع المصباح عن الأرض 3 متر. الراجل ده الظل بتاعه، فده بيتغير، ده س. وهو يسير مبتعد عن الحائط، مبتعد عن قاعدة المصباح. الراجل ماشي اهو، ماشي مبتعد عن قاعدة المصباح. فأنا دلوقتي ده كمان بيتغير، الضلع ده بيتغير، فليكن مثلا الحتة دي اسمها ص، بتتغير هي كمان. الراجل بيمشي فده بيتغير وده بيتغير. فأنا دلوقتي عايز ايه؟ أنا عايز د س د س د ن، ده المطلوب. المطلوب ده كده د س د ن. ماشي. طب هو ايه ده اصلا؟ هو يتحرك بمعدل 1.2، يعني ده بيزيد بمعدل 1.2، يعني انت معاك د ص د ن ب1.2. ماشي. المثلث الصغير ده والمثلث الكبير مش مثلثين قوائم؟ مش ملاحظ ان المثلثين دول متشابهين؟ المثلث اللي اسمه د ج ه مش بيشابه المثلث اللي اسمه أ ج ب؟ مثلثين متشابهين يعني الأضلاع متناسبة. يعني إيه الأضلاع متناسبة؟ يعني معايا د ج على أ ج هي نفسها د ه على أ ب. إيه ده؟ تعال عوض كده. د ج اللي اسمها س على أ ج اسمها س زائد ص. مش هي نفسها د ه اللي هي 1.8 على أ ج أ ب اللي هي ب 3 متر. ماشي. 1.8 على 3 طلعت ب3 على 5. طب ما تعمل مقص، يعني 5 س هي نفسها 3 س زائد 3 ص. عدت 3 س الناحية التانية، منها 2 س هي نفسها 3 ص. يعني السين ب3 على 2 ص. طب ما تيجي تشتق بالنسبة للزمن كده، يعني الدال س دال ن هي عبارة عن 3 على 2 دال ص دال ن. وانت معاك 3 معاك الدال ص دال ن ده بكام؟ 1.2، يعني خلصت على 3 على 2 في 1.2 تطلع معاك بكام؟ ب1.8 متر على الثانية. 1.8. سؤال 17 بيقول لي عند بحث فترات التزايد والتناقص للدالة من 1 على ه له، ايه ده؟ ده المجال. دي الدالة. تعال نشتق. يبقى د شرطة س هتساوي 1 ناقص 1 على س. ساوي بالصفر تطلع لك السين ب1. ارسم الجدول. الجدول معايا، ادي الجدول. هنا س، هنا د شرطة س، هنا دالة س. من 1 على ه له
وعندك نقطة واحدة بس اللي هي 1 بتخلي الدالة بصفر. تعال عوض لي في المشتقة رقم بين الواحد على ه له. 1 على ه له تقريبا 36%، عوض لي برقم قبلها، عوض لي بالنص. يبقى 1 ناقص 1 على نص يعني هيطلع لي سالب. طب عوض برقم بعد 1.5 مثلا فهيطلع موجب. فيبقى عندي ده تناقص وده تزايد. تعال بص على الاختيارات. تزايدية في الفترتين لا، تناقصية وتزايدية معكوسة. تناقصية من 1 له تمام ل1، تزايدية من 1 ل1، يبقى الإجابتك ج. سؤال 18. أ ب ب5 سم، مساحة الشكل تكون أكبر ما يمكن في مسائل التطبيقات. الدالة اللي أنا بشتقها هي الدالة اللي لازقة في كلمة أكبر أو أقل، فالدالة اللي أنت هتشتقها هي مساحة الشكل ده. مساحة الشكل ده، هو الشكل ده عبارة عن إيه؟ الشكل ده عبارة عن معين. مساحة المعين نص حاصل ضرب القطرين. طيب ما ده س وده س بس بالسالب، وده ص ده ص برضه بس بالسالب، يبقى القطرين 2 س، يبقى المساحة عبارة عن نص القطرين الأول 2 س والتاني 2 ص، يعني المساحة عبارة عن نص راحت 2 س ص. قبل ما تشتق أنا بشتق بالنسبة لمتغير واحد، فأنا محتاج أشيل يا س يا ص. هات لي واحد فيهم بدلالة التاني. طيب هو بيقول لي إن الألف ب ب5 سم، يعني دي ب5. طب من فيثاغورس في المثلث ده كده س تربيع زائد ص تربيع تساوي 5 تربيع ب25، منها الصاد هتساوي 25 ناقص س تربيع بس تحت الجذر. ما تيجي نعوض. الميم هتساوي 2 س في جذر 25 ناقص س تربيع، دول دالتين. اشتق بقى كده بقى متغير واحد اقدر اشتق. يبقى ده الميم ده الس الأولى وادي الثانية. الأولى عبارة عن 2 س، مشتقة الثانية مشتقة ما تحت الجذر على 2 في الجذر، زائد الثانية في مشتقة الأولى اللي هي ب2. الكلام ده هساويه بصفر. ركز معايا، الاتنين دي راحت مع الاتنين دي. ايه رأيك أضرب المسألة كلها في جذر 25 ناقص س تربيع؟ ليه عملت كده؟ عشان أخلص من المقام ده وأخلص من الجذر ده. ركز معايا، أضرب دي يبقى الجذر طار، الجذر بالمقام طار، اتبقى لي إيه فوق؟ هيتبقى لي فوق س في سالب 2 س، تبقى سالب 2 س تربيع. طيب زائد هيتبقى الجذر هيطير، يتبقى 2 في 25 و2 في سالب س. 2 في 25 ب 50، 2 في سالب س بسالب 2 س تربيع، الكلام ده يساوي صفر. يعني معاك ان سالب 4 س تربيع هتساوي 50 هتساوي سالب 50 س تربيع هتساوي 50 على 4 يعني 25 على 2. خد الجذر، الس تطلع ب5 على جذر 2، س ب5 على جذر 2، منها الصاد هي كمان هتطلع ب5 على جذر 2. لما الس ب5 على جذر 2 والصاد ب5 على جذر 2 يعني الس قد الصاد. سؤال 19 بيقول لي إذا كانت الزاوية بين المستويين ب60 درجة. الزاوية بين المستويين يعني الزاوية بين المتجهين اللي هم متعامدين على، يعني هنا النون 1 ب2 وسالب 1 1 ونون 2 بألف وسالب 2 وسالب 1. جتا الزاوية بين المستويين يعني جتا سيتا عبارة عن نون 1 ضرب قياسي نون 2 جوه المقياس على معيار النون 1 معيار نون 2، يعني جتا 60 اللي هي نص هتساوي الضرب القياسي س في س ص في ص عين في عين، فتبقى 2 ألف زائد 2 ناقص 1 جوه المقياس على معيار الأول جذر 4 و2 يبقى جذر 6 في جذر
المعيار التاني ألف تربيع 4 و1 يبقى 5. ربع الطرفين، ربعت الطرفين يبقى ربع هيساوي ربعت هنا ده 2 ألف ناقص 1 2 ألف 2 ناقص 1 يعني موجب يعني 2 ألف زائد 1 فيبقى 2 ألف زائد 1 تربيع على 6 مضروبة في دي يعني 6 ألف تربيع زائد 5 بس في 6 اوعى تنساها تبقى 30. اعمل مقص أو ممكن تفك دي الأول. معايا هنا ربع هيساوي 4 ألف تربيع زائد 4 ألف زائد 25 زائد 1 على 6 ألف تربيع زائد 30. اعمل مقص يبقى 6 ألف تربيع زائد 30 هتساوي اضرب 16 ألف تربيع 16 ألف موجب 4 عدي دول الناحية التانية يبقى 16 ألف ناقص 6 يبقى 10 ألف تربيع زائد 16 ألف 4 ناقص 30 سالب 26. قلتك معاك مود 5 3 10 16 سالب 26 تطلع معاك الألف 1 أو سالب 13 على 5 دي مرفوضة يبقى اختار الواحد. مساحة المنطقة المحصورة بين المنحنى ده محور السينات والمستقيمين س سالب 1 س ب2. مساحة المنطقة المساحة عبارة عن تكامل ص بالنسبة لس من س 1 لس 2. تكامل ص يعني هكامل 3 س تربيع زائد 4 بالنسبة لس من سالب 1 ل 2 أقدر أخلصها آلة عادي من سالب 1 تطلع معاك ب21 21. سؤال 21. أول حاجة أبص عليها لو لقيت كسر هو أنا حاجة من اتنين هعرف أخلي البسط مشتقة المقام؟ لأ البسط مش مشتقة المقام. طب تعرف توزع البسط على المقام؟ أعرف. إزاي؟ حتة من البسط على المقام كله تبقى تكامل 2 ه أس س على ه أس س زائد 1 على ه أس س. طيب ما هي 2 س 2 ه أس س راحت مع ه أس س يعني بقى تكامل 2 زائد ه أس س تطلع فوق تبقى ه أس سالب س بالنسبة لس. تكامل الاثنين 2 س تكامل ه أس سالب س نفس الدالة لكن على مشتقة الأس. مشتقة الأس بسالب 1 يعني تحط هنا سالب 1 بس اوعى تنسى الثابت. يبقى 2 س ناقص ه أس سالب س 2 س ناقص ه أس سالب س إجابتك ب. في المفكوك ده هو الحد السابع هو مين؟ تعال هات الحد السابع ح 7 12 ق 6 التاني سالب ب على س أس 6 الأول أ س تربيع أس الفرق 12 ناقص 6 6. نكمل. يبقى معايا ح 7 هيساوي 12 ق 6 سيبها زي ما هي سالب ب أس 6 يعني ب أس 6 في لم الأعداد كلها أ أس 6 في السين بقى هنا سالب 6 وهنا 2 في 6 ب 12 12 ناقص 6 6. ده الحد السابع. أنا وقفت لعند كده يبقى هو الحد المشتمل على س أس 6 أيوه يبقى هو الحد المشتمل على س أس 6.
عايز الجذر للعدد ده. طيب قبل ما تعمل اي حاجه انا عايز الجذر. الجذر يعني ايه؟ الجذور للاعداد المركبه. يعني انت الاول هتحوله لي على الصوره المثلثيه وتكتب النظريه. طب تعالى واحده واحده. ليكن مثلا ده اسمه عين. انت عايز ايه؟ انا عايز عين نص نص. مين العين ده؟ 2 اوميجا زائد ت اوميجا تربيع زائد ت. بسط لي ده الاول. العين ده عباره عن ايه؟ 2 افتح قوس اوميجا في اوميجا تربيع باوميجا تكعيب اوميجا في ت باوميجا ت ت في اوميجا تربيع باوميجا تربيع ت ت في ت بت تربيع. ركز معايا. ت تربيع دي بسالب 1 واوميجا تكعيب بواحد، الاتنين راحوا مع بعض. طيب يتبقى لي 2 بره. اخد الت عامل مشترك. خدت الت عامل مشترك، اتبقى لك ايه؟ اتبقى لي اوميجا زائد الاوميجا تربيع. طب ما دول بسالب 1، يبقى العدد عين خلص على سالب 2 ت. سالب 2 ت، آلتك في ايدك. سالب 2 ت شيفت 2 3. يبقى معايا العدد عين ده عبارة عن 2 جتا سالب 90 زائد ت جا سالب 90. عايز ايه؟ هات لي عين أس نص. عين أس نص هتساوي جذر 2 جتا سالب 90 زائد 360 ر على 2 زائد ت جا سالب 90 زائد 360 ر على 2. عوض لي عن الر بصفر وعن الر بواحد. عن الر بصفر هيطلع جذر 2. اكتبها على الآلة. جذر 2 افتح قوس كوزين سالب 90 على 2 يعني سالب 45 زائد ت ساين سالب 45. طلعت 1 ناقص ت. واحد ناقص ت. هعوض عن مكان الر هنا بواحد، تطلع معايا بسالب 1 زائد ت. فطلع العددين عبارة عن موجب أو سالب 1 ناقص ت. موجب أو سالب 1 ناقص ت. إجابتك د. مسألة المقالة. إذا كانت النقطة أ بجذر ك وسالب جذر ك تمثل العدد المركب على شكل أرجنت. عايز الصورة الأسية. أول حاجة الصورة الأسية عشان تجيبها فأنت محتاج مقياس وسعة. فالمقياس اللام هتساوي جذر التربيع س تربيع جذر ك تحت تربيع سالب جذر ك تربيع. فيطلع معايا بجذر 2 ك تربيع، لا جذر 2 ك بس. تربيع يطير الجذر وطير السالب يبقى جذر 2 ك ده المقياس. طب السعة، هو العدد ده موجب وسالب. موجب وسالب يعني ربع كام؟ موجب وسالب ده ربع. انهي ربع؟ ربع رابع. موجب وسالب ده ربع رابع. موجب وسالب ربع رابع. فانا هجيب الزاويه زاويه سيتا. اجيب زاويه الربع، الزاويه الحاده الاول. زاويه سيتا هتساوي ص على س يعني سالب جذر ك، شيل الاشارات بقى، على جذر ك تطلع بواحد يعني سيتا الحاده ب 45 درجه. تبقى زاويه الربع الرابع بسالب 45. الزاويه بسالب 45 يعني سالب باي على 4. يبقى العدد عين عباره عن لام ه بس السيتا ت، بس خد بالك السيتا لازم تكون بالدائري، يعني هيبقى جذر 2 كاف ه، بس خد بالك جذر 2 على الكاف كل جذر 2 كاف ه اس سالب باي على 4 ت. 25 بيقول لي اذا كان الحجم الناتج من دوران المنطقه دي من س من كاف ل 2 كاف حول محور السينات يساوي باي على 3 وحده. الحجم عباره عن باي تكامل ص تربيع بالنسبه لس من س 1 لس 2. عوض. طلع لي هنا باي على 3 هيساوي الباي
تكامل صاد تربيع. صاد تربيع، الصاد تربيع عبارة عن 1 على س تربيع اللي هي س أس سالب 2. يعني هتكامل س أس سالب 2 ده لس من كام لكام؟ هكامل من كاف ل2 كاف، من كاف ل2 كاف. كامل الأول، الباي راحت مع الباي اتبقى لي هنا تلت هتساوي كامل دي زود على أس 1 واقسم على الجديد يعني س أس سالب 1 وهنا سالب. من كام لكام؟ من كاف ل2 كاف. س أس سالب 1 يعني 1 على س، يبقى 1 على سالب 1 على 2 كاف ناقص ناقص يعني زائد 1 على كاف. الكلام ده بتلت. تقدر تحلها آلة أو خليك بإيدك أحسن. وحد مقامات 2 كاف تربيع سالب كاف زائد 2 كاف هتساوي تلت. دي يعني كاف. من هنا التلاتة كاف ناقص 3 كاف هتساوي 2 كاف تربيع. عدي يعني 2 كاف تربيع ناقص 3 كاف بصفر. كاف بصفر ما تنفعش. ليه ما تنفعش؟ عشان هو قالك الكاف أكبر من الصفر. أو 2 كاف ناقص 3 بصفر يبقى الكاف ب3 على 2. كاف ب3 على 2. عايز المعادلة التربيعية التي الجذرين بتوعها وليكن ده لام وده ميم. الصورة العامة للمعادلة التربيعية عبارة عن س تربيع ناقص مجموع الجذرين في س زائد حاصل الضرب بيساوي صفر. طيب أنا واحد مش فاكر القانون، مش فاكر أنا القانون ده، عادي جدا ممكن تيجي على جنب كده تقول ادي المعادله التربيعيه س ناقص الجذر الاول صاد س في س ناقص الجذر الثاني وتفكها. ده في حاله انت مش فاكر القانون ده. طيب طب ما تيجي الاول نجيب مجموع الجذرين ونجيب حاصل الضرب. لام زائد ميم هيساوي، اجمع كده 1 و1 يبقى 2 زائد اوميجا ت. اوميجا تربيع ت اخد الت مشترك يتبقى لي اوميجا زائد اوميجا تربيع دي بسالب 1. يعني لام زائد ميم عباره عن 2 ناقص ت. طب لام ميم نضربهم في بعض. 1 في 1 1. 1 في اوميجا تربيع ت باوميجا تربيع ت. اوميجا ت في 1 باوميجا ت. اوميجا ت في اوميجا تربيع ت باوميجا تكعيب ت تربيع. اوميجا تكعيب دي بواحد، ت تربيع بسالب 1. سالب 1 راحت مع الواحد. هاخد من هنا الت عامل مشترك يتبقى لي اوميجا زائد اوميجا تربيع اللي هي سالب 1 يعني الناتج سالب ت. عوض في المعادله كده يبقى المعادله عباره عن س تربيع ناقص 2 ناقص ت في س زائد حاصل الضرب يعني ناقص ت. الكلام ده هيساوي صفر. ادي المعادله بتاعتك. اخر سؤال وهنختم بيه باذن الله. عايز القيمه العظمى المطلقه للداله دي، بس خد بالك ده المجال. من هي اس سالب 2 يعني 1 على ه تربيع لها. تعالى نشتق ده الشرطه س. دول حصل ضرب دالتين، معناها الاولى في مشتقه الثانيه زائد الثانيه في مشتقه الاولى. س راحت مع س اتبقى لي 1 زائد لو س للاساسها هساويها بالصفر يعني لو س للاساسها تبقى سالب 1 منها السين بها اس سالب 1. قيم عظمى مطلقه، فانت هتعوض بثلاث حاجات. ايه هم الثلاث حاجات؟ القيم اللي بتطلع لك من لما انت تساوي المشتقه الاولى بصفر، والطرفين بتوع الفتره اللي هو مديها لك اللي هي المجال. طيب يبقى انا دلوقتي هعوض بايه؟ هعوض، انت عايز قيم او نقط ارجع عوض في الداله الاصليه. يبقى انا معايا دلوقتي هجيب ثلاث حاجات. داله اللي هي اس سالب 1 وداله اللي هي اس سالب 2 وداله اللي هي. قالتك معاك ارجع عوض في الداله الاصليه. هنا عوض عن هي اس سالب 1 يعني هي اس سالب 1
في تطلع معاك تقريبا كلها تطلع ارقام تقريبيه بسالب 37%. طيب هي اس سالب 2 تطلع معاك برضو ارقام تقريبيه سالب 27%. عوض عن ه بس تطلع معايا 2.7 القيمة العظمى المطلقة. القيمة نفسها يبقى القيمة العظمى المطلقة 2.7 اللي هي ه. عامة القيمة العظمى المطلقة دالة اله دي ممكن ان انت تروح تعوض بايدك عادي من غير آلة، من غير ما تستخدم الآلة. ازاي؟ تبقى ه له ه للأساس ه تاب 1 يبقى الناتج به اللي هي 2.7 تقريبا. يبقى القيمة العظمى المطلقة، القيمة العظمى المطلقة هي ه. واقدر اعوض عن القيمتين دول كمان بايدي عادي. تعال عوض هنا ونزل السالب 1 ونزل السالب 2 تبقى سالب هنا هتبقى سالب دي ه اس سالب 2 نفس الكلام، ه اس سالب 1 نفس الكلام. وبكده ان شاء الله نكون خلصنا مراجعتنا للبحث. ربنا يوفقكم بكره ان شاء الله. واهم حاجه امتحان هيعدي انساه ما تراجعش. اشوفكم ان شاء الله في مراجعه التطبيقيه.